ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، تعملوا لايك وسبسكرايب بعد اذنكم عشان ده بيحفزني اعمل فيديوهات جديده. يعني انا مش طالبه منكم حاجه كبيره، يعني بعد اذنكم تعملوا لايك وسبسكرايب بس كده نبدأ الفيديو مع بعض. طبعا انا كنت مرطبه بشرتي بستيفز وحطيت كونسيلر تحت عينيا بس كده، ونضفت تحت حواجبي وحاطه بلاشر كده وروج، بس انا مش حاطه يعني ايه على باقي وشي بقى فاونديشن والحاجات دي، حاطه بس كونسيلر تحت عينيا بس كده. اخدت لون اي شادو، خدت الدرجة الفاتحة من البيجات وحطيتها كترانزيشن كولر وبدمجها بالفرشة الفلافي. تمام، خدت اللون البني الاغمق وهي حاطه تحت اللون البني الفاتح. يا جماعه اللوك ده تحفه، لوك زفاف هيعجبكم جدا ومفيش اسهل ولا ابسط منه، وانا عاملاه بحذافير اهو في الفيديو. يعني مفيش حد بقى يقول انا مش بعرف احط ميك اب، لا يعني انتي اللي هتشوفي الفيديو تعرفي تحطي ميك اب. الخطوه اللي بعملها هنا هعملها في الناحيه التانية. طبعا زي ما انتوا عارفين ان ميه السينما لما باجي استخدم الاي شادوهات بتاعتها، الاي شادو بيفضل بيلبت كده في العين، فانا بضطر ان انا ادمج كتير عشان خاطر يطلع مندمج، ولكن برضو ما بيطلعش مندمج قوي. يعني انا هتشوفوني وانا بحاول احط صبعي على الاي شادو عشان ادمجه، لان هو مش راضي يندمج بسهوله. برضو اللي في يعني عملت اللي هنا نفس اللي هنا بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا خدت بقى اللون على اسود كده، اللون الاسود وحطيته تحت الالوان دي كلها. بصوا بقى مش عايز يندمج ازاي، شايفين؟ خدت الفرشة وبدمج بيها ومش عايز يندمج زي ما انتوا شايفين كده. بحاول ادمج الخط باللي فوق مش عايز يندمج. بصوا عملت بصبعي لدرجة ان انا يعني لدرجة ان اللون مثبت مش عايز يطلع، فاهمين؟ هو بس ده ان هو مثبت ومش عايز يطلع، ده دليل على انه الالوان بتبقى يعني ثابته بطريقه كويسه، يعني يعني معاكي مثلا في فرح او كده، بس هي عيبها ان هي بتلبد، فدي مش حاجه حلوه خالص. يعني دي اكتر يعني اوحش عيب اصلا في اي باليت اي شادو. فمن يعني ما انصحش بميه سينما الصراحه. هاتوا بريتي وومن، استثمروا فلوسكم في حاجه اغلى شويه زي التكنيك كده مثلا. بصوا عملت كونتور بنفس الفرشه كده، نزلت على مناخيري زي ما انتم شايفين، حددتها شكلها حلو جدا، وخدت اللون الشمر ده وحطيته عند اول العين زي ما انتم شايفين كده. هو الشمر ده هو مش شمر، هو جليتر شمر كده. تمام، في جلو كده، فانتوا ممكن بتستغلوه بقى من بعد ما تحطوه، فتحطوا عليه اللون الجليتر عشان الجليتر بيثبت على طول على اي جلو، فاهمين قصدي؟ وبعدين بحط الجليتر الذهبي او الجليتر البني وبمكسهم مع بعض على الجفن المتحرك زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هاخد اللون الاسود وهحطه في طرف العين بالشكل اللي انتوا شايفين ده، عشان ادي عمق للعين وسحبه للعين، كاني مثلا انا مش هعمل ايلاينر بس يعني كانك حاطه بقى ايلاينر وسحبه العين بايلاينر. بس الحركه دي تحفه باللون الاسود. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، لو يعني عايزه تحطي الوان تحت العين انزلي لتحت شويه. لو انت عندك خطوط تحت العين فده بيقلل من الخطوط اللي تحت العين ومش بيبينها. هو الاي شادو بيداري الخطوط اللي تحت العين عشان تبقوا عارفين، فدي معلومه محدش يعرفها فانا بقولها لكم يا جماعه. المهم بحط برضو، بعمل نفس اللي عملته في العين الاولى بعمله في العين التانية. بحط انا الجليتر يعني الذهبي والجليتر البني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الجليتر بيبقى لازق في ايديا فبقعد اطلع فيه بضوافري ومحطاه تاني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بعمل المهم يعني باخد برضو نفس اللون الاسود بحطه في طرف العين بالشكل اللي انتوا شايفينه. اسهل من كده مفيش. وبعدين بقى هاخد لون بني وهدمج بيه تحت العين. هدمج بيه اللون الاسود اللي انا حطيته عشان يدي تدخينه كده لللوك. هاخد الشمر برضو واحطه عند المدمع كده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وهحط بقى فوقيه بقى الجليتر بالفرشة دي.
طبعا انتوا عايزين تحطوا الجليتر فوق العين بفرشة، حطوه بفرشة هيبقى حلو جدا معاكم، احسن من انكم تحطوه بايديكم اصلا، لان في الايد كل الجليتر بيلبت في الايد اصلا، بيتحط حاجات كمية قليلة بقى في ايدك كمية كده. يعني عايزة تعملي بالفرشة اعملي، عايزة تعملي بايدك اعملي، براحتك اللي انتي تحبيه. طبعا انا بظبط الدنيا هنا وبحط الجليتر عند المدمع زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى ايه، هجيب بتاع لون ابيض من باليت الاي شادو، انا بنضف بيه تحت العين بس زي ما انتوا شايفين كده، نضف لي الدنيا خالص، خلاه يعني حاد يعني شوية. وبعد كده همشي الدنيا كده، هدمجها مع بعض زي ما انتوا شايفين عشان ميبقاش حاد قوي، عايزاه متموه وفي نفس الوقت يكون شكله شيك ومتعوب عليه. خدت اللون الاسود اللي في باليت الاي شادو، انا ما خدتش الايلاينر عشان في ناس متعرفش ترسم مدمع العين، فانا بوريكي ابسط طريقه بالاي شادو تعملي بيها مدمع العين. فدي اسهل طريقه ان انت تعمليها. كم الميك اب ده المبتدئين هيعرفوا ان يعملوا الميك اب ده حلو جدا وهيحترفوا فيه كمان. بس بعد كده ما تقوليش يا ستي انا ما بعرفش اعمل ميك اب ولا احط ميك اب، الفيديو ده ليكي عشان تعرفي تحطي ايشادو كويس. خدت هايلايتر وحطيته عند مدمع العين برضو الشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ابرز العين وخليها كبيرة وقربها كمان العين من بعض كده. المهم خدت بقى هايلايتر وحطيته على النوز وحطيته على خدي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه، خدت بلاشر برضو وبصابعي كده. انا صراحة كنت مكسلة اجيب الفرشة بس الدنيا مشيت بصابعي، يعني مفيهاش حاجة، صابعي ده فرشة يعني عادي. بس كده هحط ماسكارا عشان طبعا الاي شادو اكل رموشي انتوا شايفين طبعا الاي شادو لما بتقعدي تدمجي وتعملي بياكل الرموش كده. بس زي ما انتوا شايفين كده استخدمت الماسكارا دي من ساندرا، لا مش من ساندرا، من سنو برايت. بس كده ده كان الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. اللوك ده يا جماعه ينفع خطوبه، زفاف، سواريه، اللي انت تحبيه على حسب ذوقك طبعا. بس كده اشوفكم في الفيديو ده على خير، مع السلامه.